فاكرين حسن حسني؟ طيب هو في حد يقدر يتخيل السينما المصرية من غير حسن حسني؟ الراجل اللي ضحكنا في كل افلامه. بس تفتكروا ايه اكتر حاجة خلت حسن حسني واحد من اهم رموز الفن في مصر؟ هو مش بس كوميديان، الراجل ده مر ب3 مراحل في حياته الفنية، كل مرحلة فيهم كانت ليها بصمة خاصة. النهارده ايه؟ يوم زي الايام. شهر ايه؟ شهر سبيل الشهور. اصل عايز احسب جه امتى وغنى ايه؟ ما تعدش. بفكركم تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناه لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. المرحله الاولى بعنوان البدايه الصعبه، واللي انا هسميها مرحله الفنان المكافح. حسن حسني بدا مشواره الفني في وقت صعب جدا، في فتره ما كانش سهل على اي حد انه يدخل الوسط الفني بسهوله. الراجل بدا من المسرح، مكان كان بيعتمد فيه على قوه ادائه بس، من غير لا شهره ولا دعم. وواحده من اهم اللحظات في حياته لما خد فرصته في المسرح العسكري، وهنا كانت البدايه. وكانت بدايه حسن حسني سينمائيا من خلال دور صغير جدا في فيلم الكرنك اللي قدمه نور الشريف وسعاد حسني، واخراج علي بدرخان سنه 75. بعد كده لفت الانظار كممثل قادر انه يقدم ادوار الشر في فيلم سواق الاتوبيس اللي اخرجه عاطف الطيب سنه 82. واللي ممكن ناس كتير ما تعرفوش ان حسن حسني قضى 10 سنين على خشبه المسرح قبل ما ياخد اول فرصه حقيقيه في السينما. ورغم ان دوره كان صغير في فيلم سواق الاتوبيس، لكنه كان نقطة تحول في مسيرته، وهنا بدأ الجمهور يقول مين الراجل ده. المرحلة الثانية مرحلة الانطلاق الحقيقية. في فترة التسعينات حسن حسني بقى هو النجم المساعد اللي بيخلي اي فيلم يكسب او يضمن ضحك الجمهور واحترام النقاد. بدأ المرحلة دي بأفلام محورية زي الهروب سنة 91 مع احمد زكي، وقدر من خلال ادائه في الفيلم انه يخلي الجمهور يكره الشخصية ويحب الممثل في نفس الوقت. في الفترة دي حسن حسني كان سايب المسرح بقاله 8 سنين، وبرر ده بانه قال: على الرغم من عشقي للمسرح الا انه لم يكن سبب شهرتي، فالناس لم تعترف بوجود ممثل اسمه حسن حسني الا بعد مشاركتي في مسلسل ابناء الاعزاء شكرا. وبعد مشاركته في مسلسل ابناء الاعزاء شكرا وقتها دخل بيوت المصريين وحقق الشهرة اللي كان بيحلم بيها. وهو ده اللي لفت نظر حسن حسني لأهمية أعمال التلفزيون وأثرها على تحقيق الفنان للانتشار. وبعدها كانت فترة التألق. لعب حسن حسني شخصية سكرتير بمحكمة بيتهم زور بتقاضي رشوة، وحسن حسني خد جوائز على دوره في الفيلم، منها جائزة أحسن ممثل من المهرجان القومي للسينما المصرية 93، متفوق على عدة أسماء منها نور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز. وخد برضه أحسن ممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم فارس المدينة للمخرج محمد خان. وبعد كده قدم شخصية معقدة جدا في فيلم سارق الفرح إنتاج 94، وخد على الدور ده 5 جوائز منها جائزة من إيطاليا. ونيجي بقى للمرحلة الثالثة، مرحلة الألفية. مع بداية الألفية الجديدة حسن حسني ما كانش بس مجرد نجم بيطلع في أفلام ناجحة، ده كان هو حجر الأساس في كل فيلم أو مسلسل بيشارك فيه. وهنلاقي إن الفترة دي كانت واحدة من أهم مراحل حياته الفنية. بدأ بأفلام زي الليمبي سنة 2002 مع محمد سعد، وده كان من الأفلام اللي حققت نجاح ساحق وأثبتت قدرة حسن حسني في إنه يكون كوميديان حتى مع وجود نجوم كبار في الكوميديا. وفضل شغال مع محمد سعد في أفلام تانية ناجحة زي اللي بالي بالك وعوكل. ويعتبر محمد سعد من اكتر الممثلين الشباب اللي شاركهم حسن حسني في اعمالهم، واللي عددها 12 عمل. وبعديه على طول هاني رمزي برصيد 9 اعمال، منها محامي خلع وغبي منه فيه. ويجي احمد حلمي في المرتبه الثالثه من حيث عدد الاعمال مع حسن حسني برصيد 7 اعمال، منها فيلم ميدو مشاكل وجعلتني مجرما وخيال مآتة. واشترك مع كريم عبد العزيز في 4 افلام منها الباشا تلميذ. شارك حسن حسني فيما يقارب من 500 عمل بين المسرح والتلفزيون والسينما، عشان يبقى في المرتبه الثانيه بين الممثلين الأكثر مشاركة في الأعمال الفنية في تاريخ السينما المصرية بعد سعيد صالح. مسيرة حسن حسني علمتنا إن الموهبة بتفرض نفسها حتى لو البداية كانت صعبة. الفنان ده مش بس عمل أفلام، هو صنع جيل من الكوميديا والدراما وخلى اسمه في قلوب الجمهور. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.